السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة شانيل سادية. كنتمنى في الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم واحد الطريقة رائعة ديال الملوي اللي كيجي مورق وكيجي غزال، فخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير. فنبداو على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنايا الطحين. انا غنوريكم الزلافه اللي وزنت بها الطحين. عندي هنايا زلافه هكايا متوسطه، ما كبيره ما صغيره. درت 4 عامرين ديال الفورص من بعد ما تغربلوه مزيان، وضفت وحده الخامسه مع مرش ديال الفينو. صافي. وغدا نحتاج واحد 2 خمارات حمرين، وحده غنحتاجها للتوراق، وحده غدا نديرها مع العجينه. غدا ندير خماره وحيده هكا غدا نحلها مع العجينه اللي غدا نعجن بها المسمن، وحيده هاد الخماره هذه الاخرى اللي غدا نخلي غدا نحتاجها للتوراق. هذه غدا نخليها للتوراق حتى غنديرها مع السميده ومع الحليب نيدو اللي غدا نورق به. دابا غدا ندير واحد المعلقه هكايا صغيره تقريبا ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره عامره هكايا ديال الملحه، واحد شويه نتوما على حسب الذوق ديالكم ديال الملحه. عندي هنايا معلقه تقريبا صغيره ديال الملحه، وغنضيف واحد شويه ديال السكر هو اللي كيخلي لنا الملوي كيجي محمر، كيجي يعني ملي كنطيبوه تيشد هذيك التلوينه محمر هكا كيجي زوين. غنضيف واحد نص معلقه حتى هي صغيره، وغنضيف واحد القريصه ديال الخميره ديال الدار، صغيره هكا شي نص معلقه هكا صغيره ديال الدار، باش يطلق معايا الملوي، باش يطلع ليا شويه في الخميره الملوي. صافي. وغدا نحتاج هكايا الماء دافي اللي غدا نعجن به هاد العجين هذه. من بعد ما نعجنها ونولي معكم ان شاء الله. انا عندي هنايا العجين دلكات ليا مزيان مزيان كما كتشوفوا. خليتها تقريبا واحد 15 دقيقه وهي كتدلك ليا في العجانه. وحتى اللي بغى يعجنها حتى بيديهم راه يعطيوها عيد ليك مزيان مزيان، راه حتى هي كتدلك مزيان باليد. كما كتشوفوا انا درتها هنايا في العجانه، خليتها حتى دلكات مزيان تقريبا واحد 15 دقيقه. صافي. غنحيد هذا الموس هذا اللي كان ديال العجينه، وغنجمعها واحد شويه، وغندهنها بواحد شويه ديال الزيت باش ما تكونش ليها هذيك القشره اللي كتكون في العجين. حتى الا غطيتها هكا ما درت لها لا شويه زيت لا حتى شي حاجه. كما كتعرفوا العجينه ملي كيضربها الريح كتكون هذيك القشره ديالها من الفوق، وملي غنبغيو نطلقوا الملوي كيبقى يتقطع لينا الملوي ملي كنبغيو نطلقوه. انا هنايا كندهنها بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا. انا عندي العجينه راه مدلوكه، شفتوا كي دايره بالدليك. صافي. ودهنتها بواحد شويه زيت كما قلت لكم باش ما تكونش لي ديك القشره، وغادا نغطيها بواحد السربيته هكايا ديال الخبز، وغنخليها تقريبا واحد 15 دقيقه. غنخليها 15 دقيقه بما تعطيني الطوع باش ملي نبغي نطلق الملوي دغيا غيطلق معايا. عندي هنا واحد زليفه هكا ديال السميده رقيقه، ماشي الفينو اللي درت في مع العجينه اللي عجنت، هذه سميده رقيقه كتكون زايده شويه على الفينو كيكون رقيق بزاف، وهذه كتكون شويه متوسطه. ضفت عليها واحد الخماره حمراء، وغنزيد عليها واحد 2 معالق كبارين ديال حليب نيدو، كيعطيه واحد المذاق زوين وكيعطيه واحد اللذه زوينه. غنضيف واحد 2 معالق هكا كبارين عامرين. صافي. وغنحرك هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى غيندمجوا ليا مع بعضياتهم، ويتحيدوا ليا داك الحبيبات هكايا، داك الحبيبات صغيورين ديال هكا اللي كيكونوا في الخمارات الحلويات. انا هنايا نسيت ما غربلتهاش ما دوزتهاش في الصفايه باش ما يتكونوش عندي هاد سميتو. ماشي مشكل، انا غنبقى نحرك على هاد الشكل هذا حتى غيتحيدوا ليا داك الحبيبات. وعندي هنايا زليفه هكا صغيره ديال الزيت. هاد المسمنات هادو ما كيهزوش الزيت بزاف، وغنضيف على هاد الزيت هذا غنضيف عليهم غنضيف عليهم 2 معالق كبارين ديال الزبده، وغادا نطلق بهم ان شاء الله. من بعد كما قلت لكم البنات، من بعد ما خليت العجين عندي ارتاحت ليا واحد 15 دقيقه. هذا ما كيبغيش الوقت بزاف باش نخليوه يخمر، حيتاش فيه هذاك شويه ديال الخميره يعني دغيا كيتطلق معنا العجينه. عندي هنايا كما كتشوفوا انا كنديرهم حجم صغيور. نتوما واللي بغيتو بغيتوهم ديروهم كبار من هكايا ديرهم كبار من انا درتهم حجمات هنايا، واخا كيبانوا لكم تيبانوا لكم هذوك الكويرات شويه كبارين ومره صغيورين. صافي. انا غنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى غنكملهم كاملين. من بعد ما كملتهم كما كتشوفوا قطعتهم على هذا الشكل هذا. هادو راه كما كتشوفوا خا كيبانوا في الكاميرا هكايا كبارين، راهم صغيورين. عندي هنايا الزيت اللي ضفت ليها واحد 2 معالق هكايا كبارين ديال الزبده حيوانيه. فدابا غادا نبدا نورق فيهم. كما كتشوفوا انا هنايا راه ورقت هذا النص ديال العجين ورقته، وبقى لي النص الاخر. انا دابا غادا نوريكم كيفاش كندير ليه. عندي هنايا المسيمنه كنشدها هكا كنورقها مزيان مزيان رقيقه، كندير لها واحد شويه ديال الزبيده وشويه ديال الزيت، كنرشها بهذيك السميده اللي درت سميده هنايا، ماشي الفينو اللي درت مع العجين، درت سميده رقيقه.
ضفت عليها 2 معالق كبارين كما قلت لكم ديال الحليب بودر، ودرت ليها واحد الساشيه ديال خماره الحلويات. صافي انا كنطلق على هذا الشكل هذا باش دغيا كنسربي خلاص، ما كنبقاش معطله فيه. كنبقى ندير لهم على هذا الشكل هذا حتى ملي كنبغي نلويهم كيجيوني كيعطيوني الطعمه يعني دغيا كنلويهم. صافي كما كتشوفوا كنورق العجينه، كما كتشوفوا ما كتقطع ما حتى شي حاجه، راه مرتاحه العجينه. كنخليها واحد الخمسة ديال الدقائق كترتاح، عاد كنبدا نورق فيها. ملي كنعجنها كنخليها 15 دقيقه ترتاح، وملي كنبغي نورقها على هذا الشكل هذا ملي كنقطعهم كويورات هكا كنخليهم تقريبا غير 5 ديال الدقائق. ما تنساوش بان راه فيهم الخميره ديال الدار كتعطيهم حتى هي كتسهل لهم في الطوع ديالهم. صافي انا من بعد ما كنكمل على هذا الشكل هذا كاملين كنبقى نرش عاوتاني بواحد شويه ديال السميده وشويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. صافي وكنبقى نلوي كما كتشوفوا، ما كنلويهمش هما مزيرين، كنخليهم شويه مرخوفين. كنبقى نورك عليهم هكايا شويه وكندهنهم بواحد شويه ديال الزبيده وشويه ديال الزيت، وتنرش واحد شويه ديال السميده الرقيقه. صافي وكنلويهم وانا كنلويهم وهما مرخوفين، ما كنلويش وانا مزيره يديا ولا مزيره العجينه، كنلويها وانا يا العجينه مخليها مرخوفه. صافي وكندير لها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي وغادا نكملهم على هذا الشكل هذا كاملين حتى غنساليهم ان شاء الله، ونولي معكم من بعد ما غنبدا نطيب فيهم. كما قلت لكم هنايا راه كنلويهم مرخوفين باش ملي كنبدا نقرصهم باش نبدا نطيبهم، يعني دغيا كيتقرصوا معايا، ماشي كنقرص فيهم وهما قاصحين، كنقرص فيهم وهما دغيا كيعطيوني الطعم. هنايا راه شعلت الفراح، درت عندي هذا الفراح هذا كبير، شعلت الفرن لتحت ونقصت عليه النار ما مجهداش بزاف باش ما يتحرقوش ليا. صافي وكنقرصهم معي واحد شويه، ما كنقرصهمش بزاف كما كتشوفوا، راهم كيعطوني الضعف التقراص، ما كيكونوا لا قاصحين لا والو. كما قلت لكم السر هذاك الطويه اللي كنلوي الملوي كتلويوه مرخوفين باش ملي كتبقاو تقرصوه هكايا دغيا كتورق معاكم ودغيا كيتقرص معاكم. صافي كما كتشوفوا انا راه كنديرهم غير شويه هكايا. صافي وكنديرهم في الفراح هكا راه ناقص عليه البوطه باش ما يتحرقوش ليا. صافي وكنبقى نقلب فيهم بشويه بشويه. صافي كما شفتوا كنقرصوا معي واحد شويه هكايا. صافي وكنبقى نديرهم في الفراح ونبقى نقلبهم، اللي درتها واحد شويه دغيا كنقلبهم، ما كنخليهمش يتعطلوا ليا في الجهه الاولى، يعني كيشدوا راسهم هكا شويه صافي كنقلبهم. صافي انا هنايا غادا نشوف الفراح شحال غيهز ليا من وحيده، وغادا نعمرو كاملين ونخليهم حتى يطيبوا مزيان مزيان كما كتشوفوا يتحمروا ان شاء الله، ونوريكم كي تيجي الشكل ديالهم في الاخير. كما كتشوفوا البنات انا هنايا راه كنقلب فيهم، اللي طابت كنحيدها. هنايا عندي بداو كيتحمروا ليا، بداو كيطيبوا ليا كما كتشوفوا راه طايبين هادو اللي كنحيد. صافي دابا غادا نبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى غنحيدهم كاملين، وغادا ندير بحال غادا نضربهم هكا شويه بالجنب باش يتحلوا ليا داك المسيملات من الداخل. صافي غادا نهزهم كاملين على هذا الشكل هذا كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. صافي غادا نعمر عاوتاني ندهن واحد شويه ديال الزويته ونعمر عاوتاني الفراح من بعد ما نكملهم ونولي معاكم. فكما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن من بعد ما كنخليه حتى كيطيب مزيان، من تحمر من هاد الجهه ومن هاد الجهه. فملي كنطيبهم كنبقى نضربهم هكا على يديا كيجيو على هاد الشكل هذا، وبالصحه والراحه.